يا ترى ايه اللي عمله النبي مع الصحابي عبد الله بن مكتوم علشان ينزل له جبريل بالوحي بآيات من القرآن الكريم؟ تعال أقولك. في بداية انتشار الإسلام كانت قبيلة قريش حريصة أشد الحرص إن الإسلام ما ينتشرش علشان مصلحتهم الاقتصادية والدينية. علشان كده كانت بتعارض دعوة النبي محمد للإسلام، وبما إن النبي محمد بعث كآخر نبي فكان على النبي حمل كبير قوي إنه يقدر يقنع أكبر قدر ممكن من البشر علشان يضمن انتشار الإسلام. اللي حصل النبي كان قاعد مع كبار سادة قريش وبيحاول يقنعهم بالإسلام، وده لو حصل هيكون فتح عظيم، علشان لو سادة قريش دخلوا واقتنعوا بالإسلام باقي القبائل هتتبعهم. في الوقت ده دخل الصحابي عبد الله بن مكتوم على النبي في المجلس، وعبد الله كان أعمى فما كانش عارف بوجود وفد من قريش بيتناقشوا مع النبي. دخل عبد الله على النبي وكان معروف عنه بحب النبي وحب الاستفسار عن الدين والتفقه فيه. طلب من النبي شرح مسألة تتعلق بالدين، فشاف النبي ان الوقت مش مناسب علشان النبي كان بيتفاوض مع قريش، وان عبد الله بن مكتوم يقدر يرجع له في اي وقت تاني. وفعلا هيمشي الصحابي الجليل عبد الله، وبعد ما هينتهي النبي محمد من المجلس هينزل عليه سيدنا جبريل أمين الوحي علشان يرتل عليه آيات القرآن اللي نزلت بسبب موقف النبي مع الصحابي. وكانت الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العظيم. الرسول كان بيحب عبد الله واستخلفه على المدينة أثناء فتح مكة. استشهد الصحابي عبد الله بن مكتوم في معركة القادسية زمن الخليفة عمر بن الخطاب. أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول ايه.